تابعنا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. يوم من ايام كاس العالم هنا في قطر التي تستضيف هذا الحدث العالمي والدور العربي حتى الان بالنسبه للمنتخبات المشاركه في هذه الكاس العالميه. السعودة ممكن في كره، ممكن شوط فيها جول، عمليه الخروج بالكره التساليه وليد ترقب والمتابعه بينما خطيره هذه الكره والسايس في نهايه المطاف. السايس يبعد الكره مباشره يلعب الوسط، الصناعه والانطلاقه مع مثل هذه الاخطاء ممنوعه. ثاني تمريره على كرواتيا واختيارات داليتش بالخبره وببعض اللاعبين الشباب. مشاهدينا الكرام، ليفا عز الدين ولاحي 8 السلمه من لاعب 15 واليوم نتمنى ان تنصر من جديد في الطرف الايسر بل في المباريات الوديه في معسكر عمليه الراب. لمرابط يمر والصافره اليات الانذار بأكثر من هجوميه. كوفاتشيتش يرفع كره لكن ياسين بونو الاول، هذا يعطيك حافز زيني. وسط الكره على الجهه اليسرى، اخرج يا ياسين، وقت هذه كره طوليه ممتازه. حكيمي هنا 1 ضد 1، حكيمي وفيها لمسه يد ماذا؟ هل فيها شيء مريتش؟ يلا يا مرابط، الكره البينيه المليمتريه، البحث عن الرؤوس. زياش يرفع في القائم الاول، يلعب البينيه ممتازه. وناحي لماذا الدوران وان شاء الله اليوم تكمل مع المنتخب المغربي، وان شاء الله منتخب العنابي قطر يتدارك في المباراه الثانيه امام شابي. الكره سليمه بالله تترك الكره لدقائق كثيره. انا اقول العكس، معدل الاعمار 27. عينك على الكره يا زياش وعينك على نصير يا زياش، ولكن بعيده تماما على يوسف. لا كره طلع كره خطيره وطموحاته صارت اكبر لانه هذا منتخب. لازالت كرواتيا سوزا وبونو. عندك الكرة يا بوفال يحاول المرور ولكن في صاف لا يكون الصعود باندفاع، هذا واضح تماما على المنتخب المغربي. نهاية والاسم واحد المغرب عاليا مع وليد في هذا التدبير. هنا بريسينج ياتي للمساندة زياش، وهذا ما يعجبني في زياش، المساندة الدفاعية والضغط على حامل الكرة. أعرف بأن الأمر سيكون صعب على زياش في بعض الفترات، يمشي على الطرف الأيمن ويلعب كذلك إن شاء الله في رهان صعب أمام وبقية الأسماء والنجوم مرورا ب90. ولا زالت مغربية مصراوي. ليفا خروج بيودو الممكن والانطلاقه في مودريتش كراماريتش مرابط يد اليسرى، لاعب جناح ممتاز، لاعب صغير السن. حكيمي وزياش، حكيمي سدد والاستحواذ عندنا والمهارة عندنا يا بوفبيا. يحيى عطية الله يرفع طولية، هنا ناخذ حذرنا قد يكون هو البديل المقبل بالنسبة للمنتخب المغربي بعد إصابة، ولكن اليوم الأولوية للمغاربة ولكن الأسبقية لغانم سايس. معلش يا شباب، هنا المحاولة ثم المحاولة تكون أفضل. بونو هنا العرضية، بونو يورانوفيتش وفي دفع من الزلزولي يرتكب الخطأ في دوري الأمم الأوروبية. هناك انتصر